تخيل ان عاصمة مصر قديما تكون بلد صغيرة في محافظة الدقهلية وتابعة لزمام مدينة المنصورة أشمون الرمان. انت متخيل بلد بصغر هذا الحجم تكون عاصمة لمصر قديما؟ وتعالى اقول لك ليه اسمها أشمون الرمان. ولما استقر الملك الصالح في المنصورة بعد اختياره لجزيرة الورد عجبه الجو وقال لك خلاص انا راجل تعبت هستقر هنا مش راجع القاهرة تاني، فاختار عاصمة طبعا للمدينة أو لمصر بالكامل. اختار إيه؟ اختار بلد صغيرة قوي، محتمل تكون بالنسبة لنا إحنا كانت بلد صغيرة لكن وقتها ممكن تكون كبيرة. اختار إيه يا صديقي؟ أشمون الرمان زي ما قلت لك. لكن مش غريبة عندك إن يبقى في أشمون في الدقهلية وأشمون في محافظة المنوفية. أشمون كلمة مقتبسة من مصر القديمة، مصر الفرعونية، ويقال إن هي كانت أشمونية فحرفت بعد كده لأشمون. لكن إيه إضافة أشمون الرمان يا صديقي؟ أشمون الرمان لأن الزمام اللي إحنا ماشيين فيه ده من أول أشمون الرمان إلى الجمالية دقهلية، مش الجمالية القاهرة، ويقال كمان إلى بحيرة المنزلة، كانت جناين شجرة الدر، جناين كاملة من الفواكه. خرجها كان بيخرج منين بقى يا صديقي؟ من حارة التنبشكية في الجمالية القاهرة، ويلا بينا نشوفها.